مهم جدًا إن إحنا ندمج الصحة الإيجابية والتربية الجنسية داخل المناهج التعليمية، وخاصةً إن إحنا بدأنا نخش المدارس من 2008 لغاية النهارده ومستمرين. رصدنا عديد من الإشكاليات، عديد من الانتهاكات اللي بتحصل، عديد من المعلومات المغلوطة سواء لطلبة إعدادي أو ثانوي. الطلبة عندهم أمية في المعرفة، أمية في المعلومات، أمية في الحماية. كمان ما فيش تواصل مع الأسف ما بين الأبناء وما بين الأهل، فدوّة بيزيد المسائل مشاكل أكتر. فبالتالي إن الطلبة أو الأطفال أو الشباب والشابات بيلجأوا إلى وسيلة للمعرفة وهي المواقع اللي هي غالبًا وأبدًا ما بتبقاش مضمونة، وممكن كمان يقعوا فريسة لأي نوع من أنواع الاستغلال، سواء استغلال عاطفي أو سواء استغلال جنسي. ففي كلا الحالتين هو يسمى استهلاك. ولكن حقيقي ال اللي يشيل الاحتياج دوّة أو اللي ينقذ أجيال عديدة جدًا لفئات عمرية مختلفة، هي نشر الوعي بالصحة الإيجابية والتربية الجنسية داخل المناهج التعليمية، وكمان ما تبقاش قاصرة بس إن اللي بيقدمها مدرس عربي والّا مدرس العلوم، لأ اللي بيقدمها يكونوا كل المجموعة كلها، سواء الأب في البيت أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخصائي الاجتماعي، الأخصائي النفسي، علشان تبقى أكثر شمولية للمجتمع ككل. مقترح بمعنى إيه؟ يعني مقترح منهج يعني؟ إحنا حاليًا دلوقتي عاملين لجنة لإعداد منهج ابتدائي وإعدادي وثانوي، حاطين جرافيك لمجموعة من المواضيع اللي هي الطلبة بتحتاجها بناءً على تجاربنا. الاحتياج في ابتدائي إيه اللي هندّي له، في إعدادي إيه اللي هندّي له، في ثانوي، لإن كل منهج وكل مرحلة عمرية بتختلف وفقًا للاحتياجات والتغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل.